السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض البشاميل بالفراخ بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي وايه المقادير والمكونات. قبل ما نشوف المقادير والمكونات معانا ايه، اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بقى هبدأ بيها ان انا اسلق المكرونة بتاعتي. معايا كيس من المكرونة، هنزل بيه في مية مغلية واحط له كده معلقة ملح. هسلقها يعني هخليها نص سوا، بس انا مش هسويها سوا كامل. بصوا زي كده، انا عايزه الواحده بوحدتها، ولا متكسره ولا متقطعه ولا اي حاجه. ومش هنغسلها، المكرونه بتاع البشاميل اللي مش بتتغسل. هركنها بقى على جنب. ومعايا هنا بقى صينيه، نزلت فيها بزبده وزيت، وهنزل فيها كده ببصله مفرومه. اول ما تدبل معايا هنزل بالفراخ. الفراخ دي كانت صدور فراخ وانا فرمتها في الكبه. بعد كده ما اتفتتت معايا وتحس انها دخلت على سوا كده، هنزل بالتوابل بتاعتي. حطيت فلفل اسود، وحطيت كمون، وحطيت ملح. ورجعت بعد كده حطيت طماطمية كده متقطعة. هحوشها بقى من على النار. تعالوا بقى نعمل بشاميل. نزلت ب5 معالق من الزبدة و5 معالق من الزيت، وهنزل عليهم ب5 معالق من الدقيق. هفضل بقى اقلب في الدقيق بتاعي لحد ما ياخد معايا لون مصفر كده. بعد كده هنزل تدريجيا باللبن، واقلب بالايد التانية بالمضرب علشان ولا يجمد معايا ولا اي حاجه. نزلت بقى بالتوابل بتاعتي، حطيت كمون، وحطيت فلفل اسود، وحطيت واحده مرقه وملح. بعد كده حطيت معلقه كبيره من القشطه، والقشطه دي اختيار، يعني انت لو مش عايزه تحطي قشطه ما تحطيش. وحطيت معلقه كبيره من الجبنه الكريمي. بصوا بعمل ازاي، ولا تقيل ولا خفيف، وسط كده. جهزت المكونات معايا، يلا بينا بقى نعمل الصينيه بتاعتنا. خدت نص البشاميل، نزلت بيه على المكرونه وهقلبهم في بعض. بعد كده هاخد معلقتين كبار من البشاميل، هنزل بيهم في الصينية وافردهم كده في قلب الصينية من تحت. هاخد بقى نص كمية المكرونة. مخليش اي حتة باينة. بعد كده هنزل بقى بالفراخ اللي انا معصجاها، هفردها بقى كويس. كده نزلت بكل كمية الفراخ، هنزل بقى بباقي المكرونة. هفردها بقى كده. بعد كده باقي البشاميل اللي عندي هحط عليه بيضة واضربهم كده كويس مع بعض. بعد كده هنزل فوق المكرونة بتاعتي بباقي البشاميل. هفرده بقى كده على الصينية من فوق بالراحة. بعد كده هديها رشة جبنة. هدخلها بقى فرن سخن على درجة حرارة 200 لحد ما تاخد لون ونخرجها. بصوا كده بعد ما خرجتها. عايزين تحط قشطة على وشها برضو بتبقى حلوة قوي.
ومبردتش قوي، يعني هي لسه سخنة يعتبر. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبكده خلص الفيديو معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.